تعالوا نعمل جلاش بالجبنة أو ميكس جبن مع المكرونة البشاميل اللي ما فيش حد بيختلف عليها أبدا. يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونبتدي وتعملوا لي لايك. أول حاجة هنا هوت عشان أنا عاملة صينية كبيرة بتاعة العزومات، حطيت كمية كبيرة من السمنة، يعني حوالي نص كوباية أو كوباية من السمنة وعليها كوباية من الدقيق، لأن هي ما بيعادل معلقة من السمنة يبقى معاها معلقة من الدقيق. أنا عاملة هنا صينية كبيرة، فعملت كمية من السمنة والدقيق، هقلبهم مع بعض لحد لما يتحوروا معايا كده دقيقة أو دقيقتين، بحيث إن الدقيق يطلع الريحة بتاعته أو تبقى ريحته حلوة. هبتدي أحط مكعب من المرق وابتدي ان انا احط اقلب واحط الملح والفلفل بتاعي واقلب كويس جدا، واكون مجهزه كيلو ونص من الحليب او اللبن، وابتدي ان انا احطه شويه بشويه واقلب عشان خاطر ما يكلكعش معايا ويطلع البشاميل اللي معايا انسيابي وحلو وما فيهوش اي تكتلات او كلاكيع. ولو هو مثلا كلكع معاكي ما تقلقيش خالص، ممكن بالخلاط او الهاند بلندر بيطلع تاني، بيرجع تاني لطبيعته ويبقى حلو جدا، وتقلبي بيه المضرب بيطلع حلو جدا. هقلب بقى واحط الملح واظبط الفلفل بتاعي وافضل اقلب فيه، لو احتاج مني سوائل او اللي حسيته ان هو تقيل هزود ميه او ازود شوربه لو عندي شوربه او ازود حليب. هظبط القوام بتاعي بيبقى خفيف كده ما يبقاش تقيل قوي، وبعدين بكون سلقت المكرونه، هحط جزء معاه المكرونه كده، واكون جايبه الصينيه دهناها بسمنه واحط عليها شويه من البقسماط عشان ما تلزقش معانا من تحت، واحط نص كميه المكرونه، واكون معصجة معايا لحمة. طبعا تعصيج اللحمة سهل جدا، بتحطي بصلاية وبعدين تحمريها وبعدين تحطي اللحمة المفرومة وتتبليها بملح وفلفل والتوابل المشكلة، وبتبقى معايا أحلى عصاج لحمة. هبتدي احطه وابتدي اقطع بقى فلفل حراق او فلفل اخضر عشان تبقى مديها طعم وريحه حلو جدا، وهبتدي احط نص المكرونه الباقي وابتدي اصب عليه خليط البشاميل اللي هو الانسيابي دوت الجميل التحفه، وهاحط من فوق الوش، ابتدي ان انا احط من فوق الوش بقى ايه، جبنه موتزاريلا، بس اظبط الوش بتاعي واغرقها كده بالبشاميل. حطينا المكرونه رصيناها كده رصه حلوه كده عشان متبقاش مفنكشه، وهاحط بقى الصوص بتاعي البشاميل بتاعي الجميل دوت، واحاول ان انا ايه اخليه يتغلغل كده بين المكرونه وبين الصينيه عشان يبقى كلها واخده البشاميل بتاعنا. وفي الوقت دوت هحط بقى كميه من الميكس جبن او جبنه موتزاريلا، وعلى الفرن بسيبها حوالي من نص ساعه كده او تلت ساعه نص ساعه في الرف الوسط، ما بتاخدش معايا وقت خالص، وبتبتدي تطلع معانا من فوق محمرة ومن تحت حلوة وجوسي وجميلة جدا جدا جدا، من أفخم المكرونة أو أطعم المكرونات. هدخلها بقى الفرن وهنيجي بقى نعمل الخليط الجلاش بتاعي. هحط نص كوباية من السمنة عليها نص كوباية من الحليب ونص معلقة من البيكنج باودر، واركنهم على جنب عشان دي اللي هقلب أو هدهن بيها الجلاش. هتجيبي أي نوع جبن انت بتحبيه، جبنة اسطنبول، جبنة قريش، أو جبنة فيتا، وبعدين نحط ميكس الجبن، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي لو عندك جبنة رومي في التلاجة، أي نوع جبن عندك انتي حطيه معاها. هنحط كام قطعة من البسطرمة، ونحط فلفل أخضر لو بتحبي الزيتون أو ولادك بيحبوه مفيش أي مشكلة، ممكن تحطي معلقتين تلاتة من الزيتون المخلي، ونقلب الخليط التحفة دوت جميل جدا ومش محتاج مننا أي حاجة عشان الجبن بتبقى مطعمة ومملحة معانا. هاجيب الصينية أحط فيها أدهنها دهنة بسيطة من السمنة، وبعدين نجيب لفة الجلاش، هابتدي أحط ورقتين ورقتين وأدهن بقى بالخليط اللي هو إحنا عاملينه دوّة، أدهن بيه ورق الجلاش زي ما أنتم شايفين كده، كل ما أحط ورقتين أدهن إيه الخليط بتاعي. وطبعًا باتني التانية على جوّه أو باتني التانية على فوق، طبعًا بالتساوي كده، مرّة أعملها يمين ومرّة شمال لحد ما أخلّص نُص كمية الجلاش، وابتدي أحط الخليط بتاع الجبن بتاعي دوّة، وأكرر العملية تاني إن أنا أبتدي إن أنا أحط ال الورق وأدهنه بالخليط اللي إحنا عملناه دوّة، وفي الآخر بقى باضبّط آخر ورقتين إن أنا باخلّي التانية على جوّه مش برّه، عشان تبقى شكلها حلو منسّق كده وتطلع متقطّعة وشكلها جميل.
ممكن كمان لو أنتِ خايفة إن الجبن تطلع منِّك، إن أنتِ تدخّلي آخر ورقتين لجوّه أو تقلبيها لتحت، يعني تخلّي التانية لتحت خالص لأول صف، فأنتِ بقى ممكن آخر ورقتين هُم اللي تحطيهم من فوق كده أهوّة وتسويهم تسوية كويسة جدًا، عشان دي هتبقى الطبقة الأخيرة اللي أنتِ هتبتدي تضبّطيها وتقطّعي عليها. زي ما أنتم شايفين كده أهوّة، خلّصت بقى الصينية بتاعتي هابتدي إن أنا أقطّعها التقطيعة اللي تناسبِك وأنتِ بتحبيها. هاقطّعها وبعدين أدهنها دهنة بسيطة بقى من الخليط بتاعي وأدخّلها الفرن، يا دوبك تتشمّع معايا وتبقى لونها دهبي فاتح أو تبقى اشقرّت معايا كده، هاجيب بقى باقي الخليط اللي فاض منّي دوّة، هابتدي إن أنا أحُط عليه بيضاية وأكمّل الحليب وأحُط ملح وفلفل، بس أنا لسه ما وصلتش للمرحلة دي، بس أنا باورّيكم هنبتدي إن إحنا ندهن كده أهو وندخّلها الفرن لحد لمّا تاخد لون، وأجهّز بقى الخليط التاني، ممكن نستكفى بكده ونكمّل سواها بس هتطلع مقرمشة، بس إحنا لو بنحبها تبقى طرية هاحط بقى نكمّل الحليب واحط بقى بيضاية وملح وفلفل، وأبتدي أقلّبها كويس جدًا، جدًا، زي ما أنتم شايفين خرّجت الصينية لونها دهبي كده فاتح، وهاسقيها بالخليط دوّة وأدخّلها على الرف الوسط برضك لحد لمّا تكمّل سواها وتتشرّب كل الخليط الحليب دوّة بالبيضة، وتبقى حلوة جدًا وطرية من جوّه وjuicy كده ومن برّه تبقى مقرمشة، تبقى تحفة، تحفة، تحفة. في نفس الوقت أكون خلّصت المكرونة البشاميل بتاعتي وطلعوا بالقمر الجميلة دي تحفة وجميلة وتنفع في العزومات، يالّا بقى لايك وشير لكل صحابِك وما تنسيش دعوة حلوة من قلبِك.